يعني انت مش ناوي تحكي؟ لا. طب خلاص متزعليش. زي كل مرة برضه صح؟ لا المرة دي بتكلم بجد. بس لازم تفهمي ان الحياة مش عادلة دايما يا بنت الناس، ولا عمرها مشيت على كيف حد. الدنيا احيانا بتظلم الناس وتديها الهموم، حتى ولو قدموا لها السبت علشان يلاقوا الحد. وانا قدمت 1000 سبت وسبت، لكن اكتشفت بان الدنيا خداعة ومش بتمشي على كيف حد. واظن ان احنا عملنا اللي علينا. انا وانتي حاولنا نفضل من ضمن الحبايب صحيح، لكن وصلنا لحيطة سد. انتي اهلك مش موافقين بالظروف، وانا الظروف طحناني طحن. الشغل والجمعية وفلوس الجواز خلوني طور في الساقية يا فاطمة، وانا راضي. خلوني مش عارف اشوف حياتي الخاصة ولا حتى عارف اشوف صحابي، وبقيت بعيش اسوأ روتين في الدنيا بس عشان يدوب اعرف اعيش. خلوني احسب 1000 حسبة عشان اجيب حق الرغيف. وكل دي اكيد مش اسباب للفشل، انا بس بديكي اسباب اللي خلتني ان اقولك انا ليه بقولك ان جوايا اتقتل. انا شاب من ضمن الشباب اللي بيصرخ علشان خلاص ما بقاش شايف امل، ورغم ذلك قلت بكرة في امل. وعافرت كتير وحاولت اكتر، وكل مرة بشوف اوضاع كتير من سيء لأسوأ ومن اخطر لاخطر. والدولة مش في دماغها موضوع الجواز يا بنت الناس. الدولة دلوقتي بتقفل بيبان الرزق من بعد العشاء. الدولة فكرت في كل شيء يخدمنا فعلا، بس نسيت ان في الدنيا ناس بتنام ساعات من غير عشاء. فقوليلي ازاي في وسط المدعكة ممكن يكون حتة نفر شغال في قهوة قادر يجيب الشقة ملك خلال سنة؟ انا بس عايزك تعرفي ان انا انسان عاش عمره كله ما خدش حاجة من اللي كان بيحبها، وان انا كان نفسي اشوفك جنبي في الكوشة. كان نفسي اشوف ايدك لابسة الدبلة مني، ويوم فرحنا البسك ما شاء الله غويشة. بس اكتشفت بان الدنيا خداعة ومش بتمشي على كيف حد، فما تزعليش. سرحانة في ايه؟ خلصت؟ خلاص. خلصت كلامك؟ طيب ماشي. انت صح.